مفيش وقت عندك وعايزة تخلصي الأكل بسرعة؟ تعالي بينا نعمل أكلة المستعجلين المبكبكة بالسجق، حاجة كده تحفة وكلها في حلة واحدة. يلا بينا، هنسمي الله ونصلي على الرسول ولايك وشير ومتابعة للصفحة وندخل في الوصفة بتاعتنا. ويلا بينا نشوف احنا عملناها ازاي في الفيديو بتاعنا النهارده. معايا هنا نص كيلو من السجق مقطعاه بالشكل ده. تمام، عايزين تسيبوه سليم كده زي ما هو، دي حاجة ترجع لكم. نزلت كده بيه في الحلة بتاعتي وهي سخنة على النار. وبدأت ان انا اديله صدمة واقلبه كده، نزل المية بتاعته زي ما انتم شايفين وشربها تاني وبدأ ينزل الدهون. انا بالنسبة لي ما كانش السجق بتاعي فيه نسبة دهون عالية، فعلشان كده هتلاقوني لما لقيت مفيش نسبة دهون عالية ضفت كمان شوية زيت. تمام. انتوا بالنسبة لكم لو السجق بتاعكم فيه دهون، لا ما تضيفوش اي مادة دهنية تانية. تمام، اهو بضيف هنا شوية زيت اهوت، عشان بس المكونات كلها تبقى مندمجة مع بعضها وتبقى المادة الدهنية بتاعتها مظبوطة. نزلت هنا ببصلاية متقطعة كده مكعبات، وهبدأ ان انا احط عليها كمان قرن فلفل اخضر واصفر كمان. لو ما فيش من الالوان ده ما فيش مشكلة. ويستحسن كمان لو في حتة يعني في الفلاية سبايسي كده بتخلي التست في حتة تانية. هضيف عليهم هنا بعد ما دبلهم كده وبدأوا يصفروا معايا، ضفت عليهم كمان معلقتين من الصلصة، وبدأت ان انا اشوحهم كده مع بعض علشان الصلصة تندمج مع كل المكونات ويبقى كله المذاق حاجة واحدة. هنا كنت فرمت نص كيلو طماطم وحطيت عليهم شوية مية صغننين كده عشان بس نمشي الخلاط بتاعنا بيهم، ونزلت بيهم على المكونات بتاعتي. مجرد بس ما هيبدأ يغلوا ويتسبكوا مع بعض، يعني سبتهم لما نشفوا شوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبدأوا يبقبقوا كده مع بعض، هبدأ بقى ان انا اقلب كل المكونات دي وانزل عليهم بالتوابل بتاعتي. التوابل اللي هي ملح وشوية سكر صغننين عشان بس تعادل الحموضة، وكمان فلفل اسود، مش اكتر من كده. انا ما زودتش في التوابل بتاعتي علشان، وشوية شطة صغننين عشان ما كانش عندي فلفل حامي اخضر. فانا ما زودتش في التوابل بتاعتي عشان السجق بتاعي بيكون فيه توابل وتوابله مظبوطه قوي، يعني انا بجيبه من حد معين كده بيبقى معمول مظبوط جدا. تمام، بدأت ان انا ازود الخليط بتاعي كده ميه سخنه مغليه. لو زودناه ميه ساقعه نستنى لما الميه تغلي وبعدين ننزل بالمكرونه. كان معايا هنا كيس مكرونه على نص كيلو سجق نزلت بيه. عايزين طبعا تزودوا كميه السجق مفيش مشكله، تزودوا كميه المكرونه مفيش مشكله. بدات تغلي كده المبكبكه معايا وتبكبك كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم كل شويه لازم تقلبوها عشان بس ما تلزقش معانا. نراعي ان هي الطماطم فيها والصلصه والبصل، فده كله يخليها تلزق معانا، كل شويه كده شيلوا عليها الغطا وقلبوها. هنا كنت خلاص بدأت ان هي تتشرب الصوص بتاعها. قبل ما تتشرب الصوص بتاعها هديت عليها بشويه. تمام، يعني في المرحله اللي انتوا شفتوني فيها في المره الاولانيه دي كشفت الحله، كنت بدأت ان انا هدي عليها عشان تشرب الصوص بتاعها، وكانت خلاص عايزينها بقى مميميه شويه نزلوها بدري شويه. بس انا بالنسبه لي بنحبها تكون شاربه الصوص بتاعها كده وطعمها حلو وجوسي كده. لو وصلت لحد هنا بقى ما تنسيش تقولي لي بتتابعي الفيديو من اي بلد، وما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعه للصفحه. ويلا بينا نشوف النتيجه. القمر دي اكله المستعجلين ما خدتش مننا 15 دقيقه. كزبره شويه بقدونس على الوش كده بس مش اكتر من كده. سريعه وسهله، وبصوا مش بتاخد مننا اي وقت. اي وقت، كله في حله واحده. دي فعلا اكله المستعجلين. عملنا بيتزا المستعجلين، وعملنا كل انواع الاكل اللي في السريع. يلا بينا، بسم الله. واو، والله بجد تحفه. التوابل بتاعت السجق كمان عامله فيها تيست عالي غير التوابل اللي احنا حاطينها. بجد جامده، جربوها ان شاء الله مش هتندموا. مستنيه رايكم في الكومنتات زي كل مره. حاجه كده تحفه، اللهم بارك. طبعا عاملين مع بعض قبل كده الطواجن بالسجق، وعاملين طاسه السجق، عاملين كل ما تتخيلوه على الصفحه. ارجعوا له ان شاء الله، مستنيكم انتبهوا. سريعه وسهله، وبصوا مش بتاخد مننا اي وقت. اي وقت، كله في حله واحده. دي فعلا اكله المستعجلين. عملنا بيتزا المستعجلين، وعملنا كل انواع الاكل
اللي في السريع. يلا بينا، بسم الله. واو، والله بجد تحفه. التوابل بتاعت السجق كمان عامله فيها تيست عالي غير التوابل اللي احنا حاطينها، بجد جامده. جربوها وان شاء الله مش هتندموا. مستنيه رايكم في الكومنتات زي كل مره. حاجه كده تحفه، اللهم بارك. طبعا عاملين مع بعض قبل كده الطواجن بالسجق، وعاملين طاسه السجق، عاملين كل ما تتخيلوه على الصفحه. ارجعوا له ان شاء الله، مستنيكم كومنتات.